مساء الخير، عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو، وشكلي كده هحب الموضوع و... ومش عارفه، حاسه ان انا عايزه جوايا طاقه رهيبه، طاقه رهيبه رهيبه يعني. انا متفائله، يعني مش عارفه ايه اللي هيطلع. متفائله، ربنا يستر وما تلاقونيش طالعالكم بإسدال واقلب ام خالد. ربنا يستر. طيب، اول حاجه، انا قررت ان السلسله، اول سلسله هتنزل ان شاء الله، هتبقى اسمها رحلتي بعد السرطان، او رحلتي بعد الكانسر، رحله وعي وتغيير. دي اول حاجه ان شاء الله يعني. طيب، اول فيديو فيها وهو فيديو النهارده، وده هيكون عن انا مين. هعرفكم بنفسي وهقول لكم انا ليه قررت اتكلم دلوقتي. خلاص. طيب، اول حاجه، انا مين للناس اللي مش عارفاني واول مره تشوفني، او لو في حد جديد هيتابعني يعني. انا اسمي رقية محمد، ده اسمي الحقيقي. آه، اسمي الشهرة كوكي. وعلى فكرة انا بحب اسمي، عشان في ناس قالوا لي انت ليه اسمك كوكي؟ اسمك الحقيقي احلى، رقية احلى، لما كانوا بيعرفوا اسمي. فاكريني ان انا مش بحبه، بس انا بحب اسمي جدا جدا يا جماعة. وهو اسم شهرتي يعني كوكي، خلاص، ده من زمان يعني. طيب، انا بيرسونال ترينر. كان عندي اكاديمي، كنت فاتحه اكاديمي بتاعتي، وكان في ناس بتساعدني فيها يعني. بس يعني قفلتها قبل ما اتعب بشويه، قبل ما اعرف ان انا تعبانه بشويه، لظروف معينه كده. وطبعا انا قبل الاكاديمي كنت بشتغل يعني طبعا في اماكن كتير كتير، يعني كتير قوي، كنت عامله شغل جامد. الحمد لله يعني. بس وبعد الاكاديمي، بعد ما قفلتها، اشتغلت فريلانسر في كذا مكان. بس اشتغلت لوحدي يعني، ما لوحدي فريلانسر، ما كنتش شغالة في مكان تبع المكان، لا كنت شغالة باسمي برضو. بس ولحد دلوقتي وانا شغالة اونلاين زي ما قلت لكم. طيب، ليه بقى انا قررت اتكلم؟ اول حاجة، لان انا الحمد لله اتصالحت مع نفسي بنسبة كبيرة قوي. زي ما قلت لكم الاول، انا كنت تعبانة جدا. طبعا نفسيا ما كنتش احسن حاجة، فشعري طبعا كله وقع. هو ده الطبيعي يعني، هو انا شعري وقع بدري جدا عن الطبيعي، وده بسبب النفسية، لان انا كانت نفسيتي مش احسن حاجة. هو من الاول لحد حبة قريبين النفسية ما شاء الله يعني، بس الحمد لله يعني. فشعري طبعا كله وقع، وده كان غالي عندي قوي. انا هبقى اعمل لكم فيديو لوحده اشرح لكم المرحلة دي كانت عدت عليا ازاي اصلا. فشعري كله وقع، حواجبي كلها وقعت، رموشي كانوا بيحسدوني عليها وقعت. فالحمد لله دلوقتي لوني كان غريب يعني. لوني كان لوني اصفر، اصفر بغامق كده يعني، اللي هو مش انا، لون غريب مش فاهماه، مش فاهمه حتى درجته ايه. انا دلوقتي بقول لكم الموضوع وانا مبسوطه، لان الحمد لله اتخطيت الحته دي، فقادره ان أنا اتكلم. فالاول لا، الاول بصراحه ما كل حاجه ما كانتش بتعدي عليا كده بسهوله، كانت بتعدي عليا بانهيار، بانهيار لا، كان الام غريبه. فالحمد لله كل ده ابتدى يعني شويه يتحسن، زي ما قلت لكم حواجبي ابتدت تطلع، رموشي لسه ما نابت، معالم للرموش لسه ما طلعتش، عشان كده ورمه. قلبصت لاني باخد كورتيزون نسبته عاليه جدا، فزدت لحد دلوقتي 16 كيلو. ان شاء الله كل ده هيرجع يعني، وهظبط ده بعد ما اخلص العلاج يعني باذن الله.
ففي حاجات كتيرة قوي اتغيرت فيا، ما كنتش اقدر ان انا الاول اطلع. دلوقتي الحمد لله اقدر اطلع. دي اول حاجة. الحاجة التانية ان انا مش هبخل على حد بالتجربة بتاعتي ابدا. مش هكون انانية واخلي كل اللي انا مريت بيه ده ليا، لا، انا عايزة افيد بيه. لو حد حتى لو حد واحد هيمر باللي انا مريت بيه، فانا عايزة اديله استفادتي كلها، مش هبخل عليه خالص. انا كنت اتمنى ان انا الاقي حد مر بالتجربة دي، يكون زي مثلا بنفس تجربتي، ويقول لي هو هيحس ايه، يرد على الاسئله اللي بتدور في الدماغ. انا كان في اسئله بتدور في دماغي مش لاقيه لها اجابه. كنت بحس حاجات مش عارفه هو ده طبيعي ده مش طبيعي، فما كنتش فاهمه حاجه. لما كنت بروح للدكتور وبشرح له انا حاسه ايه، او ده طبيعي، او انا اعمل ايه، ما كانتش الاجابات بتشبعني. كنت دايما بحس ان الاجابه ناقصه، ما كنتش فاهمه. غير لو حد مر بده، فهو هيجاوبك بكل التفاصيل، بيجاوبك انت مش كدكتور، كانت. ف فدي حاجة انا ناوياها ان شاء الله، ان انا مش هبخل عليكم بتجربتي خالص. الحاجة التالتة وهي الدعم. صدقوني الدعم ده حاجة مهمة جدا 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 جدا، لأبعد حاجة ممكن تتخيلوها. انا ربنا كرمني باهلي، وسواء كان بقى زوجي ومامتي واخواتي وابني. انا ربنا كرمني بيهم، مش عارفة لو حد فيهم ما كانش موجود انا كنت هتعامل ازاي، او كنت همر بايه، او كنت هعرف اتأقلم ولا لا. يعني مش متخيلة. يمكن انا الحاجة اللي كانت بتخليني عايزة اقاوم وعايزة اقوم وعايزة اعافر، هو ان انا كنت بشوفهم ان هم زعلانين عليا ومتضايقين وعايزيني ابقى كويسة ومقهور عليهم. يعني انا كنت نفسيا تعبانة عليهم، ان هم موجوعين كده عليا. فالدعم ده حاجة مهمة جدا، دعم الاهل ده حاجة مهمة جدا. حاجة تانية بقى هتكتشفوها كده بقى في الطريق، الناس اللي هتقع منكم، دي حاجة مهمة جدا جدا. صدقوني التجارب الصعبة دي هتوقع منكم كمية ناس مش هتتخيلوها. عايزة اقول لكم ان الصحاب مش هيبقوا صحاب، الاهل النص نص هيبانوا، القرايب النص نص هيبانوا، اللي كان عايز مصلحة منك هيطلع، اللي كان شايفك منور وانت اتطفيت فخلاص بقى ما بقاش محتاج لك هيخلع. صدقوني التجارب دي بتبين الناس بطريقة. انا بقيت مخضوضة يعني طول الوقت. في الاول كنت ببقى زعلانة، وايه ده، وهي طلعت كده، دي فلانة طلعت كذا، دي فلانة ما سألتش عليا، دي فلانة مش عارفة ايه. لا، بعدين حسيت ان ده نعمة من ربنا، ده ربنا نور لي بصيرتي. فاهمين؟ يعني سبحان الله. فانتوا خدوا التجارب دي اللي انتوا بتمروا بيها، لو مريتوا بتجربة صعبة، بعد شر عليكم من التجربة دي، بس ايا كانت التجربة اللي هتمروا بيها، صدقوني خدوها فلتر. يعني خدوها فلتر كده، فلتروا الناس حرفيا هتقع. الكويس هيبان والوحش هيبان، واللي كان عايز مصلحة هيبان وهيتفقس، واللي كان ملازمك بس علشان انت منور، مجرد ما انت اتطفيت فخلاص، فكل ده هيطلع وهيبان. فاهميني؟ بس اللي هتستفاديه في الاخر ان انتي هتطلعي من بعد التجربة بناس بتحبك قوي 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 قوي، و... وهتطلعي كده براحة نفسية. بس
عايزه اقول لكم بقى ان شاء الله الفيديو اللي جاي هقول لكم العنوان بتاعه عشان تبقوا متحمسين زي كده. قاعده متحمسه من اخر فيديو، زي ما قلت لكم كده شكلي هحب الموضوع. الفيديو اللي جاي عن الخوف من كلمه سرطان.